ليه بعض الرجالة بتفشل في أول مرة بس؟ الشرح العلمي كله من الآخر. ليه في رجالة كتير جدا أول تجربة ليهم بتفشل؟ والمشكلة دي بنشوفها في ناس صحتها زي الفل، شباب وما عندهمش أي أمراض. وليه المشكلة دي ممكن تسبب آثار سنين لقدام؟ وهل يا ترى اللي حصل ده معناته إن الراجل أو الشاب ده عنده مشكلة جنسية فعلا؟ ولا الموضوع أكبر من كده وأعقد من كده بكتير؟ في الفيديو ده هنشرح الموضوع علميا طبيا بهدوء وبدون إحراج، وهنجاوب على أسئلة ناس كتير بتسألها في السر بس قليل قوي اللي بيفهمها صح. فلو انت راجل أو متجوز أو حتى داخل على جواز، الفيديو ده مهم جدا ليك. يعني ايه فشل في أول مرة؟ وهل ده تشخيص طبي؟ خليني أوضح حاجة مهمة جدا من البداية. الفشل في أول مرة مش تشخيص طبي ومش مصنف مرض ولا هو دليل على أي ضعف جنسي. اللي بيحصل غالبا هو عدم القدرة على الحصول على انتصاب كامل أو فقدان انتصاب أثناء العلاقة، أو سرعة توتر تمنع تكملة العلاقة بانتصاب جامد. علميا أول تجربة جنسية بتكون مختلفة تماما عن التجارب اللي بعدها، لأن المخ نفسه في حالة استفسار جديد والجهاز العصبي متحفظ زيادة عن اللزوم، وده ساعات يخلي الجسم يتصرف عكس ما الشخص كان متوقع أو عاوز. هل القلق والتوتر لوحدهم ممكن يسببوا المشكلة دي؟ الإجابة بصراحة وبقوة كمان. القلق هو أهم وأول سبب للفشل أول مرة. القلق بيشغل جهاز عصبي السيمباثاوي، وده على فكرة نفس الجهاز اللي بيشتغل أثناء الخوف والخطر والهروب. الانتصاب بقى بجد محتاج جهاز العصبي الباراسيمباثاوي، يعني محتاج هدوء وأمان واسترخاء. أول مرة غالبا بيكون فيه خوف من الفشل أو خوف من الألم، خوف من الحكم، أو حتى خوف من التجربة نفسها، وده يخلي الجسم يفرز هرمونات ضغط عصبي زي الكورتيزول وحتى الأدرينالين، ودول بيقفلوا ميكانيزم الانتصاب حرفيا. طب هل الأفكار الجنسية قبل الجواز بتلعب دور؟ للأسف كتير من الرجالة بيخشوا في أول علاقة شايلين أفكار غير واقعية تماما. لازم أبقى جاهز طول الوقت، لازم يحصل انتصاب فوري، لازم الأداء يبقى مثالي. خلي بالك الأفكار دي بتيجي من مصادر مش حقيقية ومش مبنية ولا على علم ولا على طب. النتيجة إن أول ما بيحصل أي تأخير طبيعي، المخ يترجم ده كفشل ويزود لك القلق والانتصاب يضيع أكتر وأكتر. هل سرعة القذف ليها علاقة بأول مرة والفشل فيها؟ وعلى فكرة ليها علاقة قوية. في بعض الحالات التوتر الشديد قوي يعمل سرعة قذف سريعة جدا، وده نتيجة عكسية حتى أحيانا قبل اكتمال الانتصاب نفسه، وده يخلي الشخص يحس إن كل حاجة حصلت غلط، رغم إن المشكلة مجرد عصبية نفسية وملهاش علاقة لا بمشاكل في العضو ولا أصلا الانتصاب بايظ عند الشخص ده. هل الهرمونات ليها دور في الموضوع ده؟ في أغلب الحالات لأ، بس نسبة صغيرة ممكن. هرمون الذكورة لو منخفض بشكل واضح ممكن طبعا يقلل الرغبة، يقلل الثقة، بس ده نادر جدا في الشباب. اللي بيحصل غالبا ان القلق النفسي الشديد بيقلل الاحساس بالرغبة، مش الهرمونات نفسها. هل العادة السرية قبل الجواز ممكن يكون سبب في فشل أول مرة؟ السؤال ده حساس بس لازم يتقال بوضوح. استخدام المفرط قبل الزواج ممكن يبرمج لك المخ على نمط معين من الإثارة مختلفة تماما عن العلاقة الحقيقية الطبيعية، وده ممكن يخلي إحساس أول تجربة غريب، مش مألوفة ومش محفظة كفاية. بس ده مش دايما، وعلى فكرة مش خطر ومش معناته ضعف دائم. طب ليه المشكلة دي ممكن تتكرر حتى بعد أول مرة؟ دي نقطة خطيرة ومهمة جدا. لو أول مرة حصل فيه فشل، الموقف بيتخزن في المخ وممكن يتخزن كصدمة أو حتى إحراج، فالمخ يبدأ يربط العلاقة بالخوف، وده يعمل لك دايرة: فشل أكتر، خوف أكبر، فشل تاني، خوف تاني. عشان كده التدخل المبكر مهم جدا عشان تتكسر الدايرة دي وتتحل المشكلة. طب هل العلاج هنا يكون أدوية ولا علاج نفسي؟ في أغلب الحالات العلاج نفسي سلوكي بالدرجة الأولى. الأدوية أحيانا تستخدم بس لفترة قصيرة جدا ومش كحل دائم، لكن لكسر دايرة الخوف وإعادة الثقة. أهم حاجة إنك تفهم اللي بيحصل، إزالة شعور الذنب وتصحيح المفاهيم الغلط. هل الزوجة ليها دور في المشكلة؟
ولا دور في الحل؟ دور كبير جدا. الدعم والتفهم وعدم الضغط أو أي نوع من السخرية بتغير النتيجة تماما. العلاقة الجنسية مش امتحان، دي تفاهم بين طرفين. امتى نقلق ونروح لدكتور؟ تروح لدكتور وتبدأ كشف طبي لو المشكلة استمرت أكتر من 3 شهور، بتحصل كل مرة ومعاها فقدان رغبة كامل. ساعتها لازم تقييم طبي كامل عشان نستبعد أي مشكلة عضوية. الخلاصة يا جماعة، عاوزك تطلع من الفيديو ده بتفكر في حاجة واحدة: الفشل أول مرة مش نهاية الرجولة ومش ضعف، هو موقف شائع مفهوم طبعا، ولكن ليه تفسير علمي وحل طبي. العدو الحقيقي هو السكوت والخجل، الفهم هو أول خطوة للعلاج. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه بعض الرجالة بتفشل أول مرة. من الآخر،